في وجع بيهد بيوت، وفي وجع بيهد قلوب. بس يا ترى التفرقة بين الإخوات ممكن تعمل إيه؟ يا ترى الإخوات بيبقوا فعلا إخوات ولا بيتقلبوا الأعداء؟ حكاوينا حكاية النهاردة، التفرقة بين الأخوة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوينا. دايما بنسمع جملة كلهم ولادي وغلاوتهم عندي واحدة، جملة مثالية بنرددها عشان نريح ضمايرنا. بس خلونا النهاردة نكون صريحين مع بعض، هل فعلا القلوب دايما عادلة ولا ساعات بيميل قلب الأب أو الأم لواحد عن التاني؟ النهاردة في حكاوينا هنفتح ملف التفرقة بين الإخوات، الوجع اللي بيبدأ بكلمة شفت أخوك عمل إيه، أو نظرة إعجاب لواحد وتجاهل للتاني، وينتهي ببيوت مفككة وقلوب شايلة من بعضها لسنين طويلة. خلوني أحكي لكم النهاردة عن أحمد. أحمد هو الابن الهادي المجتهد اللي بيعمل كل حاجة صح عشان يرضي أهله، لكن الأضواء في البيت كانت دايما رايحة لأخوه الصغير ياسين. ياسين اللي مهما غلط مسموح له، ومهما طلب مجاب، وأي حركة بيعملها الأب والأم بيشوفوها ذكاء وعبقرية. أحمد كان بيشوف نظرة الفخر في عين أبوه لياسين على أبسط التصرفات، إنما أحمد لو جاب أعلى التقديرات كان الرد دايما عادي، ما ده الطبيعي بتاعك. أحمد كبر وهو حاسس إنه تحصيل حاصل، كبر وعنده جوع عاطفي لضمة أو كلمة تشجيع. التفرقة هنا ما كانتش في الفلوس أو الأكل، كانت في الاهتمام والتقدير اللي ما بيتقدرش بمال، وده اللي خلى فيه فجوة بينه وبين أخوه وهو ملوش ذنب فيها. ساعات الأهل بيعملوا كده من غير قصد، بدافع إن في طفل أضعف محتاج حماية، أو طفل شبههم أكتر في الطباع. بس اللي أهل مش واخدين بالهم منه إنهم بكده بيزرعوا قنبلة موقوتة بين الإخوات. التفرقة دي هي اللي بتخلق الغيرة اللي بتتحول مع الوقت لجفا. الابن اللي بياخد كل حاجة بيطلع شخصية اتكالية وحاسس بالاستحقاق الزائد، والابن اللي ما بياخدش اهتمام بيطلع شخصية مكسورة أو قاسية بتدور على الحب في أي مكان برا البيت. وفي الحالتين الأهل هما اللي بيخسروا لمة ولادهم حواليهم لما يكبروا. العدل بين الولاد أمانة وربنا هيحاسبنا عليها. العدل مش بس في المصاريف، العدل الحقيقي في النظرة والوقت والحضن. بلاش مقارنات، المقارنة هي أسرع طريق لقتل ثقة ابنك في نفسه وزرع الكره اتجاه أخوه. كل طفل عالم لوحده، حب كل واحد فيهم لشخصه ومميزاته الخاصة، مش عشان هو الأشطر أو الأنجح. احتوي الابن الهادي مش معنى إنه ما بيشتكيش إنه مش محتاج اهتمام. ساعات الساكتين هم اللي قلوبهم بتنزف أكتر ومحتاجين كلمة حلوة تفتح ورد قلوبهم. في حكاوينا النهاردة حبينا نفكر كل أب وأم إن ولادكم هم رصيدكم الحقيقي. ما تخلوش تفضيل لحظي يضيع بينكم علاقة المفروض إنها تدوم العمر كله. اعدلوا في القلوب قبل العطايا، لأن العدل أقصر طريق لبر ولادكم ليكم. شاركونا حكاياتكم، هل حسيتوا في يوم إنكم كنتوا الابن المنسي في بيتكم، وإزاي ده أثر على علاقتكم في إخواتكم بعض لحد النهاردة؟ وانتظرونا في حلقة جديدة من حكاوينا.